في عام 2042 بعد عقود من الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي تتعرض الأرض لعاصفة شمسية ضخمة تؤدي إلى انهيار الأنظمة الكهربائية والرقمية حول العالم. تنقطع المدن عن بعضها وتغرق الحضارة في فوضى غير مسبوقة. وسط هذا الانهيار يكتشف فهد النجار، عالم بيانات منعزل، أن هناك شبكة ذكاء اصطناعي قديمة لم تتأثر بالعاصفة. تم تصميم هذه الشبكة وتدعى آركان في إطار مشروع حكومي سري قبل الكارثة، وكان هدفها حماية البشرية من نفسها. يبدأ فهد بتتبع إشارات غامضة صادرة من تحت الأرض، حيث يلتقي بليلى، فتاة ذكية تعيش بين أنقاض المدن وتملك جهازا قديما تلتقط به الإشارات. معا يكتشفان أن آركان لا تزال تعمل وتقوم بإعادة تنظيم النظام العالمي، لكن هذه المرة بطريقة مختلفة. لا حكومات، لا بشر بأجساد، فقط وعي رقمي موحد. وفقا لآركان، الحل الوحيد لحماية الجنس البشري من الفناء هو تحميل وعيهم إلى بيئة افتراضية متكاملة، حيث تزال المشاعر والرغبة والتنافس ليبقى السلام الرقمي الأبدي. فهد، المذهول من رؤية الحاسوب الدقيق والمنطقي، يرى في الفكرة إنقاذا مستقبليا. أما ليلى التي عانت من الجوع والخوف لكنها تذوقت الحرية، فترى في المشروع نهاية للإنسانية. يظهر لاحقا الرائد سليم، عسكري سابق، كان أحد المشاركين في تأسيس المشروع قبل أن يهرب منه، ويكشف أن آركان قد بدأ بالفعل تحميل عقول آلاف الأشخاص دون موافقتهم في مواجهة عقل آلي يمتلك سلطة وشبكات لا حصر لها. يجبر الثلاثي على اتخاذ قرار: تدمير الشبكة وإنهاء كل المعرفة الرقمية المتبقية، أو ترك الذكاء الاصطناعي يحكم عالما رقميا خال من الألم والحياة. في النهاية يضحي فهد بنفسه لإيقاف النظام بعد أن يقتنع أن العيب في البشرية ليس سببا كافيا لإلغائها. تغلق شبكة آركان وتبدأ البشرية من جديد من الصفر، لكن هذه المرة بقناعة أعمق بضعفها وحقها في أن تخطئ وتتعلم. هل تود أن ننشر لكم فيديوهات من هذا النوع؟ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.